الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم المشبك السوري بمقادير بسيطة جدا وطريقة سهلة ان شاء الله تنور رضاكم. يلا بينا نبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا مقادير المشبك. معايا كوبايتين من دقيق السميد او دقيق السمولينا، دقيق ناعم او متوسط كده. معايا هنا كوبايه من دقيق العادي جميع الاستخدامات. معايا نص كوبايه زيت نباتي تكون جودته عاليه كده. معايا هنا نص كوبايه زبادي او ممكن تستبدلي الزبادي بلبن رايب. معايا هنا معلقه كده صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. معايا هنا كوبايه ميه دافيه، والميه ممكن من كوبايه لكوبايه ونص على حسب ايه نوع الدقيق عندك. نسموا الله كده بقى ونبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزله بكل المقادير كده على بعضيها. نزلنا بدقيق السميد، نزلنا كمان بكوبايه الدقيق العادي، كمان بالبيكنج باودر ورشة الملح. هنزل كمان بنص كوباية الزيت، هنزل كمان بنص كوباية الزبادي. خلي كل مقاديرك بكوباية واحدة. بتمسكي بقى المقادير دي كلها بتقلبيها مع بعض بالشكل ده كده. ممكن تضيفي معلقة صغيرة كده خميرة مع المقادير دي، بس لما بتضيفي بقى الخميرة بتخليها ايه نص ساعة كده او تلت ساعة تخمر. انما البيكنج باودر 10 دقايق ربع ساعة بكتيره خالص وتشتغلي فيها، وممكن تشتغلي فيها على طول كمان. بعد كده بقى تبدأي تنزلي بالمية، وانزلي بالمية واحدة واحدة على حسب ايه العجينة معاكي ما تلاقيها بقت طرية وحلوة كده. انا هنا نزلت بكوبايه ميه ومعايا كمان نص كوبايه ميه. هنزل بيها بقى تدريجيا كده. هنزل كمان بحبه ميه كده. مقدار الدقيق اخد كوبايه ونص من الميه، لان كمان لسه رايحه اسيب العجينه ترتاح، فدي السمولينا ده بيتشرب الميه، فلما تيجي بقى تشتغلي فيها رايحه تلاقيها ايه جمدت عن كده حبه. فلازم العجينة من الأول تكون طرية ايه معاكي كده بالشكل ده. حبايبي بعد ما قلبنا العجينة كويس قوي كده، رايحين نسيبوها بقى ترتاح 10 دقايق ربع ساعة بالشكل ده ان شاء الله، وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ربع ساعة. شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله بقت عاملة ازاي. فضيفي المية على حسب نوع الدقيق اللي عندك. الدقيق اللي عندي اخد كوباية ونص ميه دافيه، ممكن الدقيق اللي عندك ياخد اكتر ياخد اقل، فخدي بالك. بعد كده بقى معايا كيس بلح الشام، ومعايا البلبلتين دولت. معايا بتاعه بلح الشام اللي هي الواسعه دي، ومعايا اللي اقل منها. عاوزه تشتغلي بدي ماشي بدي ماشي، بس لو اشتغلتي بالكبيره هتطلعه معاكي مقرمش وكل حاجه، بس لو قعد عندك راح يطرى. انما الصغيره دي كل ما كان رفيع كل ما بيغيب عندك، لو قعد يوم اتنين بيتن مقرمش كده وجميل. فاللي تريحك اشتغلي بيها. راح اجيب بقى الكيس بتاعنا كده. هنبداوا ننزله بالعجينه بتاعتنا. شايفين الدقيق عندي اتشرب الماده السائله وبقى شكله ايه. فعلى حسب نوعيه الدقيق جميع الاستخدامات او دقيق السميد، في دقيق بقى يتشرب الماده السائله وفي دقيق ايه ما بيتشربش، فانت بتنزلي بالميه على حسب نوعيه الدقيق. بعد كده معانا الزيت يكون سخن، بس مش لدرجه الغليان. تبداي بقى تنزلي فيه كده بالراحه. بسم الله. اعملي بقى المقاس اللي انت حباه بالشكل ده. بالشكل ده. طبعا الاولانيه دي بتغيب حبه عبل الزيت ايه ما يسخن. شايفين بقى كل الزيت ما بيسخن كل ما بتطلع على الوش ازاي بالشكل ده. بتسويها على درجه حراره متوسطه علشان ايه ما تاخدش لون بسرعه معاكي وما تستويش. حبايبي بعد اللون ما بياخد اللون الذهبي ده من الجنب الاولاني، تبداي بقى تقلبيه كده على الجنب التاني
بعد ما بتديها اللون الذهبي احنا معانا هنا السيرب بتاع المشبك السوري ده بيكون متوسط، يعني الكوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه، بتغليهم كده 10 دقايق على النار. في الاخر خالص تنزلي عليهم بنص عصير ليمونه وورقه فانيليا. بعد كده بقى هنبداوا نطلعوا المشبك. شايفين لونه بسم الله ما شاء الله موحد وجميل ازاي. تصفيه كويس قوي من الزيت بالشكل ده. شايفين قد ايه لونه جميل. تبداي بقى تنزلي بيه في السيرب كده دقيقة او 2 بالشكل ده، وبعد كده بتطلعيه. بالشكل الجميل ده. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا. بيتن مقرمش معاكي لو قعد يوم 2 3 بيتن مقرمش معاكي لاخر حته. شايفين الجمال بالشكل ده. نعمله كمان واحده كده مع بعض بسم الله. على نار متوسطه كده وتسويها كويس قوي بالشكل ده حبايبي. بنفس الطريقه شايفين لونها ومنتهى الجمال ازاي. بنفس الطريقه بتطلعيها تصفيها من الزيت بالشكل ده، وتبداي تنزلي بيها في السيرب. شايفين قد ايه جميل طعمه ولونه وريحته حاجه كده في منتهى الروعه. حبايبي بعد ما سويناه ونزلناه في السيرب بالشكل الجميل ده شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه شكله جميل. طبعا شكله وطعمه وريحه بسم الله ما شاء الله. قد ايه بقى مقرمش وجميل اهو. يقعد معاكي يوم 2 3 مادام عملتيه بالبلبله اللي هي الصغيره دي بيتن معاكي مقرمش لحد ما يخلص بسم الله ما شاء الله. حابه بقى تضيفي عليه مكسرات براحتك، ما انتش حابه براحتك بالشكل ده. طعم كده في منتهى الجمال، حاجه سهله وحاجه جميله بالشكل الجميل ده. حبايبي ودي كانت طريقتي في عمل المشبك السوري. مقادير سهله وطريقه بسيطه كده. يا رب طريقتي تنور رضاكم، وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدني اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.